ازيكم يا جماعة؟ لو انت بتعيط وانت بتقرأ الفلسفة عشان مش فاهم او محتاج تفهم يعني ايه فلسفة، فانا هقول لك مجموعة كتب تقرأهم بالترتيب عشان تعرف يعني ايه فلسفة. يعني ايه تقرأ في الفلسفة؟ الفلسفة مش ينفع تقرأ فيها عشوائي لانك مش هتبقى فاهم فعلا، فانت محتاج تقرأ بشكل معين عشان تفهم. فانا هقول لك ازاي تبتدي في مجموعة كتب كده، ممكن تبتدي فيهم بالترتيب. اول حاجة من وجهة نظري هي موسوعة تاريخ الافكار لدكتور ميرفت عبد الناصر. الموسوعة دي ممكن تلاقيها في الهيئة العامة للكتاب، يعني أكيد لو رحت هتلاقيها، يعني الكتاب ب9 جنيه أو حاجة. فالكتاب كل كتاب بيتناول مرحلة فلسفية، حتى هتلاقي مجموعة من الصور كده تساعدك إن أنت تعيش الأجواء اللي أنت بتقرأها. الكتاب التاني هو عزاءات الفلسفة، كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة، لألين دي بوتون. الكتاب ده هو كتاب ممتع قوي لأنه بيختار 6 من الفلاسفة، كل فيلسوف بيساعدك لعزاء نوع من أنواع الألم، وإن الألم هو مش دليل ضعف، هو جزء من التربية الإنسانية عموما، وإن بيقولك إن الفلسفة هي مش تنظير، هي جزء لطريقة التعامل مع الحياة. وأخيرا وأهم حاجة في الحلقة هي موسوعة تاريخ الأفكار لدكتور يوسف كرم. هي مكونة من 3 كتب. أول كتاب هو تاريخ الفلسفة اليونانية، تاني كتاب هو تاريخ الفلسفة الأوروبية، تالت كتاب وهو تاريخ الفلسفة الحديثة. المجموعة دي بتتكلم باستفاضة عن كل فيلسوف من الفلاسفة وأفكاره وتاريخه. مهم لو انت معدي على الهيئة العامة للكتاب لازم دي تكون موجودة في مكتبتك. طيب لو ما لقيتش موسوعة تاريخ الأفكار لدكتور يوسف كرم، لأن هي مش دايما بتلاقيها في الهيئة، ممكن تجيب مباهج الفلسفة لويل ديورنت. الكتاب ده لو ما لقيتوش في المركز القومي للترجمة، ممكن تلاقيه في الهيئة العامة للكتاب. أنا متأكد إن أي حاجة فيهم هتفرق معاك جدا، وهتخليك تشوف الحياة من منظور فلسفي جميل. تبقى مبسوط وانت بتقرأ فيه لو فعلا فهمت الفلسفة. بس واتمنى تكون الحلقة خفيفة، واشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.